بتقول صاحبة القصة: أنا اسمي نجاة. عشت حياة صعبة ومؤلمة، واللي شفته في حياتي كان شيء مرعب ومحزن. أنا أهلي كانوا على قد حالهم، وكنا عايشين أنا وأبويا وأمي وأخواتي في بيت صغير جدا. يدوب البيت كان مقضينا بالعافية. أنا بصراحة كنت مش حلوة، يعني شكلي ما كانش حلو. كنت سمرة جدا عن بقية اخواتي، وكمان ملامحي ما كانتش حلوة. علشان كده فرصي في الجواز ما كانتش كبيرة، وبما اني من قرية ريفية فكانوا البنات عندنا يدوب البنت تكمل 15-16 سنة تتخطب وتتجوز، واهلي كانوا عاوزين يجوزوني اي جوازة والسلام. ولما وصل عمري 18 سنة اتقدم لي ابن عمتي، هو كان كبير عني بكتير، كان متجوز وطلق مراته. ولما اتقدم لي اهلي ما صدقوا ان حد يتقدم لي، فوافقوا عليه بسرعة من غير أي طلبات، وبالفعل اتجوزته في بيت أهله وعلى عفشه القديم. وأهلي كمان جابولي جهاز أي كلام، واتجوزت مع عمتي في نفس البيت. ومن أول ما دخلت البيت ده وأنا شفت منهم معاملة وحشة جدا. كانت حماتي اللي هي عمتي طبعها صعب جدا، وما كانتش بتبطل تريقة عليا وتعيب على شكلي، وكانت دايما تقولي: احمدي ربنا إنك لقيتي حد يتجوزك، انتي لولا ابني كنتي هتفضلي من غير جواز طول عمرك. وكانت بتعاملني زي الخدامة في البيت. جوزي كان عنده أخت وحيدة، أخت دي كانت متجوزة، بس كانت على طول عندنا في البيت هي وعيالها. أخته كانت أصعب من أمها، ومفيش حاجة أعملها غير وتتريق عليا، ولو جيت أعمل الأكل تدخل ورايا المطبخ وتقولي: إيه العك اللي انتي بتعمليه ده؟ ده حتى لو غسلت الهدوم ونشرتها على الحبل كانت تيجي تلم الهدوم قبل ما تنشف وتقولي: الهدوم دي ما نطفتش، عيدي عليها تاني واغسليها من جديد. وكنت فعلا بغسل الهدوم دي تاني علشان بس اتقي شرها وتسيبني في حالي. جوزي بقى ما كانش بيحبني، وكان لسه بيحب مراته الاولى اللي طلقها غصب عنه، لانها طبعا ما قدرتش تتحمل تصرفات عمتي وبنتها واتطلقت منه، وحاول كتير انه يرجعها، بس هي رفضت انها ترجع له، ووافق على انه يتجوزني بعد الحاح من امه اللي طبعا كانت عاوزاني خدامة في البيت ليها. قعدت على الحال ده فترة وحملت في ابني الأولاني، وللأسف بعد ما ولدت الطفل توفى. تعبت كتير جدا بعد الولادة، ونفسيتي كانت متدمرة، وحماتي رفضت حتى إني أرتاح لحد ما أخف، وكانت بتحكم عليا إني أنظف وأطبخ قبل حتى ما أكمل أسبوعين من الولادة. ما قدرتش أستحمل العيشة والمعاملة دي، ورحت على بيت أهلي وقلت لأبويا أنا مش راجعة لهم تاني، ولو غصبت عليا إني أرجع هموت نفسي. ووقتها كنت بتكلم بجد، ما كانش مجرد تهديد. صعبت على أبويا فبعت لجوزي وقال له إني عاوزة أتطلق. جوزي وافق على الطلاق بسهولة وكأنه مصدق إنه يخلص مني، وبالفعل اتطلقت وقعدت في بيت أهلي. ارتحت جدا بعد ما خلصت منهم، وقررت إني عمري ما هتجوز تاني، لحد ما جه أبويا في يوم وقال لي: جهزي نفسك النهاردة بالليل في ناس جايين يشوفوكي. قلت له: ناس مين؟ قال لي: في عريس جاي علشان يشوفك. قلت له: بس أنا مش عاوزة أتجوز يا بابا. قال لي: لا، لازم تتجوزي، مفيش عندنا بنات تقعد كده من غير جواز. وفعلا جه العريس بالليل وكان لوحده، ما جابش اي حد معاه من اهله. طلعت وشفته، وفي اليوم ده اتقرت فتحتي على العريس من غير حتى ما حد ياخد رأيي. هو كان كبير في السن وكان متجوز وعنده أولاد في سني، بس أنا قلت أهي جوازة والسلام، المهم أخلص من الهم اللي أنا فيه. وبالفعل بعد شهر اتجوزته ورحت معاه علشان أعيش في بيته، ومن هنا ابتدت حياتي تبقى أسوأ وأسوأ. الراجل اللي أنا اتجوزته ده كان متجوز كذا واحدة قبلي ومخلف منهم كلهم، بس مفيش غير واحدة بس هي اللي كانت على ذمته. أنا وهي عشنا مع بعض في نفس البيت. هو كان بيت كبير، أنا ليا أوضة في البيت وهي كمان ليها أوضة، وكمان كان ليه ابن كبير متجوز وعايش مع مراته في نفس البيت. ومن أول ما دخلت البيت وهي طبعا كرهاني من ضرتها، وكنت أسمعها تقعد قدام أوضتي وتدعي عليا وعلى جوزها، وكنت أصحى في عز نومي على صوت بكاها وصراخها، لحد ما جيت في يوم تعبت جدا جدا وكنت كارهة البيت وكارهة جوزي، وما كنتش برضه أدخل أوضتي، كنت بشوف جوزي كأنه عفريت قدامي. كانت حالتي صعبة جدا لدرجة اني كنت بقعد اصرخ واقطع في شعري وهدومي، وكنت بقع من طولي على الارض. كنت بنام في الصالة على الارض وما بقدرش اقوم من شدة التعب. كنت بصعب على مرات ابن جوزي فكانت بتاخدني تحميني وتأكلني، لاني كنت تقريبا مش حاسة بأي حاجة حواليا. فضلت على الحال ده، وجوزي كان اما يطلب مني ان ادخل اوضتي كنت برفض واقعد ابكي واصرخ،
هو بقى كان بينزل عليا ضرب لحد ما يغمى عليا، لدرجة ان ابنه ومراته كانوا بيتخانقوا معاه ويقولوا له حرام عليك دي تعبانة لازم نشوف لها حل. فمرات ابن جوزي دي اقترحت عليهم اني لازم اروح عند شيخ يعالجني من الحالة اللي انا فيها، وفعلا اخدوني وودوني عند واحدة ست بيقولوا عليها العضامة. والعضامة ده ما كانش اسمها الحقيقي، هم كانوا مسميينها العضامة لانها كانت بتعالج البهايم، يعني زي البقر والجاموسة، بحكم اننا في بلد ارياف، يعني لو في حد عنده بقرة او جاموسة هي وبتاكل بلعوا حاجة من العظم والعظم ده وقف في زورها، البهيمة دي كانت بتتخنق من العظم، فهم كانوا بيودوها للعضامة بتقرا عليها، والبهيمة دي كانت بتطلع العظمة من بقها وبتخف، فعشان كده كانوا مسميينها العضامة. المهم اخدوني وودوني عند العضامة علشان تعالجني. انا ما كنتش بصدق في الحاجات دي لحد ما شفت بعيني. اول ما دخلت عند العضامة فضلت تقرا عليا، وبعدين جابت طبق والطبق كان فيه مية وغطت الطبق ده، فضلت تقرا عليه، وبعد ما كشفت الطبق لقيت شيء غريب، لقيت في المية قطعة قماش من جلابية عندي. انا اتفاجئت اول ما شفت قطعة القماش دي، لان الجلابية بتاعتي دي انا كنت لابساها، وفي مرة قلعتها علشان اغير هدومي، حطيتها مع الغسيل اللي هيتغسل، وبعد ما غسلت الغسيل جيت عشان البس الجلابية دي لقيت فيها قطع، يعني كان في قطعة قماش متاخدة من الجلابية. انا استغربت ساعتها، بس قلت يمكن انها اتقطعت هي وبتتغسل في الغسالة، او ممكن حد من العيال كان بيلعب فقصها بالمقص. ما جاش في بالي ان ضرتي عملت لي عمل. بعد ما قلعت الجلابية دي ضرتي قصت قطعة منها علشان تعمل لي عليها عمل. ضرتي عملت كده علشان جوزي يكرهني ويطلقني واسيب البيت وامشي، وده اللي قالته العضامة. قالت لجوزي مراتك معمول لها عمل، واللي عمل العمل ده ضرتها، وراحت عند الدجال الفلاني هي وعمتها وعملوا العمل علشان مراتك تتعب وتكره البيت والعيشة. وقالت له انا هفكلك العمل ده، هديك شوية حاجات وبواخير هتعملها في البيت والعمل هيتفك. وفعلا أخدت البخور والحاجات اللي قالت عليها وعملتها، والعمل اتفك ورجعت لحالتي الطبيعية. ولما رجعنا للبيت جوزي ده مسك مراته اللي هي ضرتي وداها حتة علقة، وبعدين طردها من البيت وداها عند أهلها. قعدت فترة عند أهلها بس الناس اتدخلوا وصلحوهم، ورجعت ضرتي على البيت، وعشنا أنا وهي مع بعض في بيت واحد. هي بقى ابتدت تهدى وتتقبل الأمر الواقع. هي كانت بتكرهني بس ما كانتش بتضايقني، كانت بتتجنب تتعامل معايا لانها كانت بتخاف من جوزي جدا علشان هو كان شديد معاها وكان بيضربها. وعشت انا وهي ايام صعبة، بس كنت بقول لنفسي او عيشة والسلام، ما ينفعش اتطلق تاني، الناس هتقول عليا ايه. وعشت مع جوزي وخلفت منه ولدين وبنتين. حاولت اتعامل مع ضرتي واقرب منها، بس هي دايما كانت بتتجنب تتعامل معايا، ودايما كنت بسمعها تدعي عليا وعلى جوزي وتعيط، بس انا ما كانش بايدي اي حاجة، انا كان مغلوب على امري زيها، وما كنتش مرتاحة في العيشة، بس كنت بصبر نفسي علشان اولادي. ضرتي تعبت وصحتها راحت من كتر الحزن، ضرتي صحتها اتدهورت وتوفت. انا سامحتها على كل اللي عملته معايا لاني عارفة انها عملت كده من قلة حيلتها، وكمان بعد ما ماتت اخدت بالي من اولادها وابتديت اعاملهم زي اولادي بالظبط، لانهم طبعا ملهمش ذنب في اللي حصل. ولحد الان عايشة في معاناة مع جوزي، بس للأسف مضطرة اني اكمل حياتي. لحد هنا وخلصت حكايتنا، بس لسه معانا حكايات تانية كتير. لو حبيتوا تتابعوها معانا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.